وذكر الله جل وعلا، أعود على ما بدأت به، ذكر الله جل وعلا عمل صالح مستمر دؤوب، ينبغي للإنسان أن يحرص منذ شبابه إلى أن يلقى الله جل وعلا أن يسهل عليه الذكر ويعتاد الذكر حتى يكون بعدد أنفاسه. وأنا أدركت من أهل العلم الأكابر الذين يكادون يستظهرون المسند، مسند الإمام أحمد، من يذكر الله عز وجل في النفس أكثر من 10 جمل في الذكر في النفس الواحد، من الحرص، سواء يردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله، أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وإذا إن الإنسان أولى هذا الجانب عناية مخلصا لله تعالى مستعينا به، فسيسهل الله عليه الذكر بشكل لا يخطر له على بال، يكون كل كلامه ذكرى وسكوته فكرة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني أدركت ورأيت من الناس من يشتغل بذكر الله مثل ما قلت لكم في النفس الواحد 10 جمل من الذكر، وفي السكوت تجده يقرأ القرآن حتى أنه يختم القرآن ب3 أيام يختم القرآن ما يزيد، وقد يختم قبل ذلك من كونه اعتنى بهذا وأعانه الله وتيسر له، وألف هذا وهو ساكت يقرأ، وهو ساكت يذكر، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. وأنا أعرف من خاصة المعاصرين من يجاهد نفسه على الذكر حتى أمضى 30 سنة وهو يجاهد وأفلح. لا يستهان بذكر الله ودعائه، كل كلمة ذكر أو دعوة تدعو بها لك 3 أنواع من الأجور. أول شيء أنه يحط عنك 10 خطيئات، ثاني شيء يرفع لك 10 درجات، ثالث شيء يكتب لك 10 حسنات، رابع شيء يستجاب لك الدعاء، خامس شيء يرق قلبك ويلين وتطمئن نفسك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ورابع شيء انك تسدد، وخامس شيء انك تقضى حاجاتك وتيسر. لا تستهينون بذكر الله تعالى ودعائه، تراه ديدن المسلم، هذا ديدن المسلم، ينبغي أن يكون كثير الذكر كثير الدعاء، وبذلك ينتفع من عمره ويبارك له في عمره ويكثر عمله وتضاعف مثوبته، ويكون ممن تعرف إلى الله على الله تعالى في الرخاء فيعرفه الله عز وجل في الشدة بالإجابة وتيسير الأمر دفع المكروه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان يستغفر دبر كل صلاته، حتى أن بعد سنة الضحى استغفر 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وختاما إن العلم إنما يراد به العمل، وإذا لم تعمل أنت بهذه الأمور كيف تعمل بالكبار؟ لا بد من اهتمام. فذكر الله جل وعلا وأن تنتظر الصلاة بتلاوة القرآن بالتسبيح والذكر بالدعاء بالتفكر بكذا بكذا، وذكر الله دبر الصلوات، أنك ما تخرج من مكانك إلا وأنت محتاج أنك تخرج، ولا أحب عليك تجلس لو ترابط بين الصلاتين.
وذكر الله جل وعلا عند دخول المسجد والخروج منه، عند دخول المنزل والخروج منه، عند دخول الحمام وعند الخروج منه، وعند النوم وعند اليقظة وعند ابتداء الأكل وعند الفراغ منه. هذا عمل دائم طويل كثير مبارك يجتمع لك في عمل صالح ما يخطر لك على بال. وإذا لم يوطن المرء نفسه على هذا ويستعين بالله جل وعلا عليه مخلصا إلى الله جل وعلا لله تعالى مضطرا إليه ملحا عليه متبرئا من الحول والقوة إلا به، فلن يحصل له هذا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة يراد به ما قبل التسليم وبعد التسليم. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام في هذا طويل، لكن منه إنك إذا أردت أن تعان على ذكر الله جل وعلا فأكثر في السجود من أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ترى كثير من المعاصرين من طلبة العلم الكبار والمتوسطين والمبتدئين كثير منهم اليوم في غفلة عن هذا المنهج السلفي الأصيل. اقرأوا في سير السلف من الصحابة والتابعين، عباد التابعين وتابع التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى، انظروا طريقتهم في الذكر كيف كانوا عليه. لا تفتر ألسنتهم من ذكر الله عز وجل. وخير عباد الله من إذا رؤي ذكر الله، يعني رؤية تذكر بالله. فكيف بذكره؟ ذكره أبلغ، يذكر بالله ويجعل الله له جلالة ومهابة ومحبة في الصدور والقلوب من ذكر الله. وهذه أمور تحتاج إلى مجاهدة، ما تحتاج إلى أن الإنسان يتفاعل مرة ومرتين وينتهي، لا، هذه تحتاج مجاهدة، وتشعر أنت بالقصور والتقصير وتسعى إلى الكمال. ترى هذه زبدة الدروس، إنما يراد من الدروس إيش؟ العمل. يراد من الدروس العمل، ما هو أنك تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أن تفهم الكتاب من أوله إلى آخره وأن تعمل بالكتاب من أوله إلى آخره ما قام عليه الدليل. فهذا ترى هو المهم. الآن لو أسألكم أنتم كلكم، لو أسألكم سؤال واحد بس، والله ما أظن يجيب 3 5، كم مرة في الأسبوع تستغفر في السحر؟ السحر وقت السحور قبيل الأذان، يعني بنصف ساعة إلى ربع ساعة. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نؤمر أن نستغفر في الأسحار أو في السحر 70 استغفارا. فإذا كان طلاب العلم بهذا الجفاء والغفلة عن وقت السحر الذي هو أشرف وقت الليل، فكيف بغير من العامة؟ حتى قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، إنما أجلهم لوقت السحر لأنه أرجى بالإجابة. فإذا كنت أنت طالب علم الآن منتسب للحلق حلق العلم وطالب علم شرعي في الدراسات النظامية، ومع ذلك مالك نصيب من الأسحار، فكيف تطمح أنك يرزقك الله عز وجل الإمامة في الدين؟ ما ترزق الإمامة في الدين إلا بإلحاح على الله عز وجل وضراعة صادقة إليه جل وعلا أن يهبك ذلك. في نفس الوقت عمل بما علمت، أن تعمل بما علمت. يرى الله منك الصدق في طلب العلم وتلقي العلم والعمل بالعلم وتبليغ العلم، حتى تكون أسوة، حتى تعرف السنة من طريقتك ومن منهاجك.
تجمع بين تقول وجعلنا للمتقين إماما وبين العمل بالعلم حتى يجعلك الله إمام. من نظر إليك استفاد منك، ومن سمعك انتفع منك. فهذه يا إخوان مهمات، وترى كانت عند السلف بديهيات. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا مباركين أينما كنا، أنصارا للحق وهداة للخلق، ومن علينا بكمال الإخلاص لوجهه جل وعلا، وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك حتى نلقى الله عز وجل على أحسن الأحوال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.